ده جرافيك ديزاينر قاعد بيشتغل عادي، بس فجأة سأل نفسه لو هرجع اتعلم الجرافيك من الصفر كنت همشي في نفس الطريق. ركز معايا لان اخر نقطه هتغير تفكيرك تماما، وتعالى اقول لك كنت هعمل ايه. كنت هبدا باللي معايا وفي مقدرتي وقتها، ما كنتش هستنى لما اجيب كمبيوتر او لابتوب كويس. كنت هبدا الاول وبعدين اطور واحده واحده. كنت هتعلم يعني ايه جرافيك صح، واتعلم مبادئ التصميم واساسيات التكوين البصري، والتصميم بيتكون من ايه اصلا. وكنت هفهم كويس الفرق بين اللوجو والبراند والايدنتيتي بدل ما افضل تايه بينهم. وكنت هدرس كويس جدا جدا البراند استراتيجي علشان اقدم براند بيقدم فاليو وليه معنى. كنت هفهم سيكولوجيه الالوان واعرف تاثيرها على المشاعر والعقل وازاي اوظفها صح في شغلي. وكنت كمان هشتغل على بريفات ومشاريع وهميه عشان لما اول عميل يجي يلاقيني جاهز وعندي بورتفوليو بتكلم بيه عن نفسي. وكنت هتعلم ازاي اعمل تغذيه بصريه واتفرج على الديزاينات والبراندات واحللها بعين المصمم مش المتفرج. وكنت اتعلم اعرض شغل كويس مش بس انفذه. كنت افكر ازاي احل مشكله بصريا مش بس اطلع ديزاين شكله كويس. وكنت ههتم بالتجربه والاستمراريه والتطبيق. الاهم من ده كله كنت ابدا في المجال علشان بحبه مش علشان ابص للفلوس واستناها تجيلي وانا لسه بتعلم. لو بدات تفكر وتتعلم بالطريقه دي توفر على نفسك كتير وهتبقى ديزاينر فاهم شغله مش بس بيستخدم تولز. وكل نقطه قلتها هنا هتلاقيها بالتفصيل في المحتوى اللي جاي خطوه بخطوه، فتاكد انك عامل فولو.